ازيكم عاملين ايه؟ نبدأ كلامنا بالصلاة على حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. زيدوا النبي صلاة يا جماعة بالصلاة على الرسول، تنحل وتنفك العقد على طول. شايفين انا ركبت الحنطور، وانا فين رايحة فين؟ انا في اسكندرية لسه يا جماعة. يلا بينا في فيديوهات للمصيف. كده فاضل فيديو واحد، يلا بينا بقى نشوف انا فين. انا هنا في البلكونة بتاعت بيتنا، كان قبل صلاة المغرب. كنت قاعدة كده بقى مع ربنا، بحب ادخل قوي البلكونة في الساعة المغربية كده. انا هنا كنت صليت، وانا بحب بعد ما اصلي في صور معينة بحب اقرأها. تمام كده، كنت واخدة المصحف بتاعي وقاعدة في البلكونة. قعدت قبل ما المغرب تأذن مع ربنا كده ومع نفسي، وبعد كده صليت. وبعد كده انا بحب دايما بعد كل صلاة اقرا، بوريكم هنا سورة الواقعة ان انا بحبها قوي 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 قوي. تمام. هنا بقى انا كنت على باب الاسانسير علشان انا نازلة عندي جولة هعملها في اسكندرية. جولة انما ايه تحفة، هتعجبكم قوي قوي. طبعا انا ظهرت معاكم زي ما انتوا شفتوا. وايه اللي حصل؟ انا ركبت الحنطور. هنا بقى اسكندرية وليلها وجمالها وشوارعها ونجومها وقمرها وسماها وهواها وبحرها وناسها الحلوة. اسكندرية الجميلة، اسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط. اسكندرية حبيبتي وحبيبة قلبي، بعشقها وبحبها جدا جدا جدا، ومن أحب الأماكن لقلبي. زي ما انتوا شايفين بقى الشوارع هايصة والدنيا كانت ايه الزيطة. انا هنا فين بقى؟ انا هنا في المرسى ابو العباس، اولنا كده الصعيدي بتاع الايس كريم. زي ما انتوا شايفين أنا دخلت مسجد المرسى ابو العباس، صليت صلاة العشاء والحمد لله لحقت اللي انا اصليها، بس ما صليتهاش جماعة. هنا بقى مكان المصلى بتاع السيدات، صليت وكان بيتوضب. ومن حظي ان انا دخلت وزرت الحمد لله رب العالمين، لان بحب المكان ده اوي، وانا من عشاق زيارة اولياء الله الصالحين. اهو العارف بسيدي شهاب الدين ابي العباس. صليت ودعيت وزرت واتبسطت اوي اوي اوي، وكان يوم جميل 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 بصراحة. وكان نفسي اصلي هناك، والحمد لله صليت صلاة العشاء. وبعد ما صليت خلاص كانوا هما هيقفلوا، لان هو المكان بيتوضب. هنا بقى سيدي الاباصيري كان نفسي ادخله، بس هما برضو بيوضبوه. حاولت اجيب لكم كده من بره المقام، بس يعني ما عرفتش اجيب المقام. الصورة ما جاتش يعني بالظبط. هنا بقى كان في بقى مراجيح وحاجات بتاعت زمان كده للاطفال. كانت عاملة نور واضاءات حلوة قوي، ونور ملون. جميلة جميلة قوي، بس هو المكان شعبي جدا يعني، مكان شعبي قوي يعني، يا دوبك كده يختصر على الزيارة. تمام كده. هنا بقى الصعيدي بتاع الايس كريم، انا قعدت عنده وطلبت ايس كريم، وجوزي طلب رز بلبن، بس الرز بلبن بتاعه ما جالوش، كان اتاخر، فكلت الايس كريم ومشيت. وبصراحه اوحش ايس كريم كلته في حياتي، مش حلو خالص، محدش ياكل من عندهم ايس كريم. تمام كده. هنا بقى انا كنت في الحنطور بقى، وكنت يعني لازم الجوله بتاعتي والرحله بتاعتي تكمل. قلت لجوزي انا عايزه اركب الحنطور، فركبني الحنطور واغنب بقى سوق بينا يا اسطى على الكورنيش، ناكل ذره ونشرب مانجا. وهي المسافه قريبه قوي من المرسي للقلعه على فكره، يعني مسافه قريبه قوي قوي، ممكن ناخدها مشي. وزي ما انا قلت لكم ايس كريم السعيدي محدش ياكل من عنده، لانه وحش قوي قوي بصراحه، متلج، كله تلج ومش حلو خالص، ومفهوش طعم خالص نهائي. انت بتاكلي تلج يعني، فبلاش تاكلوا من عنده لانه خساره. علبه الايس كريم ب50 جنيه، ووحش قوي 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 قوي. في اماكن تانية في اسكندريه احلى بكتير قوي، انما هو وحش. هنا بقى كنت رحت القلعه، والقلعه بقت خطيره يا جماعه، وبالليل بقت حلوه قوي وتحفه قوي. وطبعا زي ما انتوا شايفين الزحام، كان زحام فظيع. انا على فكره هنا في مصر، انا جيت مصر بقالي كتير قوي، بس الفيديوهات لسه موجوده عندي كذا فيديو، لان صورت لكم جولات كتير وفيديوهات كتير. قضيت السهرة بقى في القلعة وكنت مبسوطة قوي، والجو كان تحفة ومتعة، والقعدة كانت جميلة. هنا بقى رجعنا، رحنا عشان نتعشى، كنا جعانين، فطلعنا بيتزا كوين، احنا ساكنين جنب بيتزا كوين على طول. هنا بقى ده طبق سلطات، واحلى سلطة طبعا عجبتنا سلطة المكرونة والكولسلو. تمام. هنا بقى طلبنا البيتزا، وطلبنا العيش اللي هو بالزبدة والزعتر،
والثوم، وكانت تحفة وخطيرة، ودي جولتي.